السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هبدأ حلقة النهاردة عشان أتكلم معاكم عن اللاعب مروان عطية، نجم النادي الأهلي وأحسن خط وسط في مصر كلها بصراحة. مروان عطية عمل شغل جامد قوي في مونديال كأس العالم، وكلنا اتفرجنا عليه وشوفنا أداؤه العالي. أنا شايف إنه أحسن خط نص في مصر بسبب إن هو نزل لعب ماتشات كبيرة قوي 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 على سنه في كأس العالم وفي كأس العالم الأندية وفي أبطال أفريقيا. بصراحة وبما يرضي الله الراجل في كل الماتشات 10/10/10. هنتكلم عنه في كأس العالم باختصار كده يعني. الصراحة الراجل لعب ال5 ماتشات بتوع كأس العالم ما أثرش فيهم خالص. لعب كويس قوي في ماتش استراليا، في ماتش إيران، في ماتش بلجيكا، في ماتش نيوزيلندا، عمل ماتش عالمي قدام منتخب الأرجنتين. طول الماتش بسم الله ما شاء الله كان بيتقابل مع ميسي وبيتقابل مع ناس كتير، بيعرف يشتغل معاهم كويس بصراحة. الشهادة لله يعني الواحد يقول الحق. الراجل بيلعب في وسط الأجانب وده حاجة جديدة عليه وما كانش همه، عشان كده أنا بتكلم عليه بصراحة وهتكلم عليه كويس قوي يعني. وأنا مش بجامل يعني، كل الناس اللي عارفاني وكل الناس اللي بتقعد تتكلم معايا في كورة عارفين كويس ان انا ما بجاملش. بعرف يلعب مركز 6، بعرف يلعب ديفندر، بعرف يلعب خط نص متقدم، بيعرف يشتغل في كذا مكان. ومش هو لوحده يعني، هو برضه مهند لاشين كويس بصراحة، حمدي فتحي برضه 10/10. محدش يقدر ينكر يا جماعة ان الناس دي ناس كويسة قوي ولعبت كورة 10/10 وشرفونا بصراحه في كاس العالم. يعني انا عجبني اول الاوفر اللي مروان عطيه رفعه لياسر ابراهيم، وياسر ابراهيم حطها بدماغه في ماتش الارجنتين. هل حد كان متخيل ان لعيبه الكوره بتاعت مصر تعمل كده في كاس العالم وبنلعب قدام الارجنتين واستراليا وايران؟ محدش كان متخيل ان لعيبه منتخب مصر تقدم كرة شكلها حلو كده وفي كاس العالم كمان. يعني مش في ماتشات مثلا في كاس الامم الافريقيه او ماتشات او مثلا ماتشات وديه. مروان عطيه بصراحه يا جماعه لاعب بيعرف يمشي كرة على الارض كويس، ريتمه سريع، جريء، نفسه كويس، جسمه حلو، ما شاء الله. يعني ربنا يحفظه يعني ويحفظ لعيبه مصر كلها. اتمنى ان انا اشوفه في مستوى كويس ويعلى اكتر، وهيشارك معانا ان شاء الله في كاس الامم اللي جاي، وهيعمل شغل جامد هو وحمدي فتحي ومهند لاشين وكل لعيبه خط الوسط. ربنا يحفظك يا ابني ومن نجاح لنجاح ان شاء الله، واشوفك ثابت نفسك باستمرار، وان شاء الله تاخد احسن خط نص في افريقيا وفي العالم كله. انا اتمناها لك واتمناها لكل لعيبه مصر والله. ربنا يوفقك ويوفق الجميع. وكده حلقتي خلصت اللي انا كنت بتكلم فيها عن مروان عطيه، وان شاء الله تشوفوني في حلقات تانية بتكلم فيها عن لعيبه الكوره مصريه. اشوفكم على خير الحلقه اللي جايه ان شاء الله. سلام.